كم صحيح. فحينما أتحدث عن قصة موسى مع فرعون أقول شيئا بسيطا من كل هذه القصة، أن الله يقول لنا إن القدر خيط رفيع بين الإهمال والحذر. صحيح. وحينما يقول لي عن قصة بني إسرائيل في التيه، وحينما عبدوا العجل ثم جمع السامري كل ما سرقوه من مصر من أموال، جاء موسى وقذفه في اليم وارتاح من أن يستخدم عصاه. أقول ما لم يأتي بعصا موسى في كل هذه القصة، تقول ما لم يأتي بعصا موسى أخذه الله بكيد السامري. اسمها كيف تستنبط الحكم من هذا الكتاب العظيم. لذلك لتعرف. صحيح أنك لم تقرأ كتاب منذ 40 عاما مع هذا العمق الشديد في هالفكر. كتابا غير القرآن لم أقرأ كتاب، لكنهم لا يرون أن القرآن كتب كثيرة كلماته لا تنتهي ولو كان البحر مدادا. هم عجزوا أن يؤمنون بهذا. كل منهم يقول أنت لم تقرأ كتاب. صح، أنا لم أقرأ كتاب منذ أن بلغت 40 وقلت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما هي النعمة؟ العقل. هو ذلك العقل، الكتاب الذي حوى كل ما قرأت منذ أن كنت في 7 حتى وصلت 40. يا لخيابة ذلك العقل الذي لا يستطيع أن يجلس ثم بعد ذلك يراجع ما قرأ ويستطيع أن يصنع ثم يفتح له كتاب. ولديك القرآن. وهذا أنا أقول إخوتي، لو اجتمعت الإنس والجن والرسل والأنبياء على أن يهدوك لن يهديك إذا لم تهدى من القرآن. فالقرآن هو الأساس، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ألا يكفينا القرآن هاديا، ولكن يحتاج له إلى دراسة. لك أجر القراءة. أبوك لما يقول إذا قرأت هذا الكتاب أعطيتك أجرا، هذا يغريك. والله يغرينا بقراءة القرآن لنقرأه حتى نستنبط منه الحكم. صحيح. فحينما أتحدث عن قصة موسى مع فرعون أقول شيئا بسيطا من كل هذه القصة، أن الله يقول لنا إن القدر خيط رفيع بين الإهمال والحذر. صحيح. وحينما يقول لي عن قصة بني إسرائيل في التيه، وحينما عبدوا العجل ثم جمع السامري كل ما سرقوه من مصر من أموال، جاء موسى وقذفه في اليم وارتاح من أن يستخدم عصاه. أقول ما لم يأتي بعصا موسى في كل هذه القصة، تقول ما لم يأتي بعصا موسى أخذه الله بكيد السامري. اسمها كيف تستنبط الحكم من هذا الكتاب العظيم. لذلك لتعرفه وتعرف أولا حتى لسان القرآن. في كثير لا يظن أنه أخذه بلسان العرب، ولكنه هو بلسان الأميين. والأميين خليط من الأمم، أخذوا لغة العرب ووسعوها وطوروها وأدخلوا فيها مفردات ومصطلحات وبلاغة. حينما يقرأ الإنسان مثلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه واضحة. لكن لما يقول الله وامرأته حمالة الحطب، هذه ما معنى الكلمة بلاغيا؟ أي نمامة توقد النار بالنميمة على الرسول. في جيدها حبل من مسد، أي مغتابة. كأن الله يقول نمامة مغتابة يهجوها ولكن ببلاغة أهل مكة. لا يمكن أن ننجح في الحياة حتى نلتزم. وبما أن الحياة تحتاج إلى التزام لتصلح من زراعة الشجرة إلى صناعة الطائرة، فالله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الصلوات التي تعلمنا الالتزام لننجح. حي على الصلاة، حي على الفلاح. لذلك النجاح. فنتعلم. الذي لا يتعلم من الصلاة من الالتزام من صلاته فلن يتعلمه من شيء آخر. مجاملة للناس لا يستطيع، ولكن الملتزم في الصلاة يلتزم في المواقف، يلتزم في العمل، لا يؤجل أبدا. لذلك
أنا دائما أتحدث حول هذا الالتزام. يعني إذا لم نكن ملتزمين لا يمكن أبدا أن ننجح. لذلك أقول إن لم تبن ببنات فكر صائب زبر الحديث يمده ببيان فاصمت، فإن الصمت خير جنة من أن تكون مطية لفلان. لا تنتظر موسى يمدك سائدا، سبقتك في هذا له امرأتان. هذا هو الالتزام. هذا هو الالتزام.